جد ورود واللي بلك انه يحاكيها ويطفي نار الشوق واللي يعلق بالزينات تايه جليل. يرموك في صوتك فوق بالعالي يابا بالعالي مع المحبوب صوتك والله يحلالي يابا يحلالي. يرموك في صوتك والله بالعالي يابا بالعالي مع المحبوب صوتك والله يحلالي يابا يحلالي. يا بنت الخال محلى صوت إذاعتنا وبعال الصوت يا أبو حسين قدوتنا. يرموك في صوتك فوق بالعالي يابا بالعالي مع المحبوب صوتك والله يحلالي يابا يحلالي. تستمعون الآن لبرنامج ساعة سورية عبر أثير يرموك FM 105.7. يسعد مساكم مستمعينا واهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ومشوار جديد دائما من نفس المكان وفي نفس الزمان. برنامج ساعة سورية. ساعة سورية مستمعين، هو البرنامج اللي بيطلع عليكم كل اثنين واربعاء في تمام 5 مساء وبيستمر معكم لمدة ساعة من الزمن. بهاي الساعة دائما بنناقش أهم القضايا، أهم الخدمات الاجتماعية اللي بتتعلق بإخواننا السوريين اللاجئين على الأراضي الأردنية وتحديدا في إربد وإقليم الشمال. مستمعينا دائما بإمكانكم الاستماع ليرموك FM من إربد وإقليم الشمال عبر الموجة 105.7 ومن خارج إربد ومن جميع مناطق العالم بإمكانكم الاستماع عبر الإنترنت عبر رابط الإذاعة yarmoukfm.wayu.edu.jo. بإمكانكم تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا 72 111 50 و72 71 100. أيضا بإمكانكم تتواصلوا عبر الفيسبوك، اعملوا سيرش على برنامج ساعة سورية، اتركوا لنا أي تعليق أو أي ملاحظة بتتعلق فيكم أو بموضوع حلقة اليوم. دائما لكم أجمل تحية من فريق عمل هذا البرنامج. تحياتنا للأستاذ عزام العزام وأيضا لإخلاص الخوالدي من المتابعة والإشراف. التحية أيضا لفريق الإعداد لهذه الحلقة. التحية لبراء أبو همام، أيضا التحية لسامر حلاوي، وأيضا التحية لآية ملحم، والشكر الجزيل للأستاذ منصور أطوال من الهندسة والإخراج الإذاعي. ودائما لكم أجمل تحية مني أنا بلال خصاونة من وراء المايك. يسعد مساكم دائما.
مستمعينا، أن اختيار زوج لفتاة غير ناضجة دون موافقتها وأيضا التصرف في حياة فتاة دون علمها يمثل عنف مطبق على الأنثى، ويعتبر من أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر خطورة اللي ممكن تواجهها المرأة، حيث يختلط الزواج المبكر بشكل كبير بانتهاك حقوق الطفل من ناحية وحقوقها كأنثى مستضعفة من ناحية أخرى. الزواج المبكر كان ولا يزال ضربا من ضروب الإكراه اضطرت المرأة إلى تحمل وزره عبر التاريخ، ولقد ارتأت منظمات المجتمع المدني اعتماد مصطلح تزويج الأطفال عوضا عن الزواج المبكر المتداول لوصف المشكلة، فهو تزويج وليس زواج، لأنه يفتقد لعنصر الإرادة، فغالبا يتم التأثير على الفتاة أو الفتى للقبول بفكرة الزواج من طرف ثالث بمختلف وسائل الإقناع. وحتى في حال اقتناع الفتاة أو الفتى فمن الصعب أن نتحدث عن إرادة لفقدان القدرة على اتخاذ القرارات لعدم اكتمال البلوغ النفسي والعاطفي والاجتماعي. من جهة أخرى نعتبره تزويجا لأطفال، لكن المواثيق الدولية أو لأن المواثيق الدولية تعرف الطفل بأنه كل شخص لم يصل ل18 من عمره أو هو من دون سن 18. للحديث أكثر حول قضية الزواج المبكر وهو موضوع حلقة هذا المساء من ساعة سورية، يسعدني أرحب بضيفتي بداية في الاستوديو المحامية هالة ديب، المستشارة القانونية لاتحاد المرأة الأردنية. ست هالة، أهلا وسهلا ومرحبا فيك. أهلا فيك وشكرا على الاستضافة وطرق هذا الموضوع المهم، وأيضا نشكرك لوجودك معنا اليوم في يرموك FM. يعني نبدأ بالزواج المبكر، نعرف بالزواج المبكر وقضية الزواج المبكر، وهل فعلا وصلت لظاهرة الآن في الأردن؟ شكرا. يعني في المقدمة اللي حضرتك ذكرتها لخصت أبرز ما قد يمكن الحديث عنه، ووضعت الإصبع على الجرح تماما في كونه انتهاك. حين نتحدث عن الزواج المبكر أو تزويج الأطفال أو تزويج القاصرات حسب المصطلح الأكثر دقة لوصف هذه الحالة، فنحن نتحدث عن كل زواج يتم تحت سن 18، لأنه سن 18 كما تفضلت هو السن الذي تعتبر المواثيق الدولية هو سن انتهاء الطفولة. يعني كل من هو تحت سن 18 هو طفل في عداد الاتفاقيات الدولية وفي عداد القوانين أيضا ومعظم التشريعات، وهذا ممكن أن نتطرق له لاحقا في هذه الحلقة في الإسهاب عن القوانين. نعم. ولكن كل تزويج لفتاة أو لفتى تحت سن 18 فهو تزويج لقاصر، وهو بالتالي غير مقبول، وإن كان للأسف أصبح مقبول عند البعض اجتماعيا، ولكنه يجب أن لا يكون مقبولا على صعيد انتهاكه لحقوق الأطفال الذين يجب أن يتمتعوا بحدود من الحماية. في حالة الزواج المبكر يحرمون من العديد من الحقوق الأساسية، الحق في التعليم، وهناك تهديد على الصحة وتحديدا صحة الإناث. نعم. إن كنا أن نريد أن نقول أنه ظاهرة أو غير ظاهرة، الحقيقة أنا أستطيع أن أصفه بأنه ظاهرة للأسف الشديد، وذلك لأن الإحصائيات هي التي تعرف عليه. إذا كانت إحصائيات دائرة قاضي القضاء في عام 2012 على سبيل المثال أشارت إلى أن هناك 8859 حالة زواج لطفلة تحت سن 18، يعني ما نسبة تعد 12.6% من حالات الزواج. هذا رقم خطير إن كنا نريد أن نفكر كم طفلة أجبرت على الزواج. طب هاي الإحصائية أردنيين ولا أردنيين؟ كل من يسكن؟ لا، هذه الإحصائية هي كل من يسكن في الأردن. نعم. عقود الزواج. بالنسبة للسوريين، لأننا نتحدث عن موضوع السوريين، الإحصائية التي صدرت عن دائرة قاضي القضاء كشفت عن 925 حالة زواج لقاصرة سورية منذ بداية 2011 وحتى نهاية 2013، وللأسف هذا الرقم يزداد. يعني يزداد. في 2011 كنا فقط أمام 42 فتاة، في 2012 148 فتاة، في 2013 735 فتاة قاصر، فإذا الرقم في ازدياد. هذا ناهيك أن هذه أرقام رسمية، أي عقود الزواج التي سجلت بشكل رسمي، فما بالك بعقود الزواج بما يعرف بالزواج البراني التي يتم فيها أحيانا عقد القران لدى أحد الشيوخ دون أن يتم تسجيل الزواج، وهذه أرقام لا نستطيع أن نحصيها. صحيح. طيب يعني بنقدر نحكي أنه المشكلة أيضا هي موجودة في الشعب الأردني أو في
المجتمع الأردني. نعم. مش مشكلة الزواج المبكر يعني لم ترتبط بالأزمة السورية أو الأحداث السورية. يعني من عام 2011 أنت بتتحدثي عن 925. نعم. يعني سنتين 925 حالة مسجلة فقط بالنسبة لأخواننا السوريين، عدا عن الزواج اللي بيتم خارج المحكمة الشرعية. الآن نحكي عن الأسباب. برأيك شو الأسباب اللي ممكن تدفع سواء الأردني أو سواء السوري وتحديدا السوري بأنه يزوج بنته وهي قاصر، وهي لم يعني أنا كنت أسمع وخلال إعدادنا للتقارير رح نسمعها بعد شوي، يعني 13 سنة و14 سنة بتتزوج وبتكون يعني حامل. يعني هاي جريمة بحد ذاتها. يعني وهذا مخالف رسمي للقانون، لأننا يعني القانون كان يتحدث عن زواج القاصرات ما بين سن 15 سنة و18 سنة. نعم. كنا نتحدث عن تحت سن 15 سنة، فهذا دخلنا في إشكاليات قانونية أخرى. أريد أن أقول بأن للأسف هذه الظاهرة يعرفها المجتمع الأردني جيدا، وحين ننظر إلى الأرقام تتفاجأ بأن نسبة الحالات التي ذكرتها للزواج في نعم. الأردن وليس نسبة السوريات، أن النسبة الأكبر من هذه الحالات يعني من 8859 3326 حالة في عمان. يعني كنا نتوقع أن تكون هذه بوصفها ظاهرة اجتماعية أن تكون في الأرياف، في القرى نعم. أكثر، ربما لظروف يعني لعادات اجتماعية تدفع بالفتاة لأن تزوج لأنه يكون هذا الخيار. لكن في عمان حيث المفروض بأن الفرص صحيح. مفتوحة أكثر أمام الفتيات للتعلم والعمل وغيره، وبيئة اجتماعيا مختلفة ومتنوعة، فربما لكن وجود هذا الرقم أيضا المرتفع في عمان هذا دليل بأن هناك قبول لدى المجتمع الأردني بفكرة تزويج القاصرات. أولا هناك من يبحث عن مشروعية دينية، يعني يعتقد بأنه إذا السيدة عائشة رضي الله عنها قد تزوجت وهي صغيرة السن وكأن هذا أصبح واجبا وفرضا على كل الفتيات أن يتزوجن في هذا السن، دون أن يعرفوا بأن السياق مختلف وطبيعة الزواج والحياة قد اختلفت تماما. هذه مسألة. نعم. المسألة الأهم التي تدفع بالأهل للزواج هي نقل العبء. فالأهل اقتصاديا منهكين، اقتصاديا اجتماعيا هناك عدد من القيم الاجتماعية التي ترى في الفتيات عبئا، هم البنات للممات، الخوف من المشاكل، الخوف من الفضائح، الخوف من ارتفاع سن الزواج أو من العنوسة. إذا جاء النصيب كما يعني يحبون أن يسموه فزوج هذه الفتاة. بشكل أساسي الظروف الاقتصادية هي التي تدفع الأهل للزواج، وهذا ما نراه بين الأشقاء السوريين. نعم. هنا في الأردن، لأنه ازدياد الضغط الاقتصادي وظروف المعيشة وظروف اللجوء الصعبة عليهم وعلى فتيات أخريات يدفع الأهل لتزويج البنات، وللأسف لا يدركون بأنه هذا لا يحل المشكلة اقتصاديا. يعني هو يتم نقل عبء هذه الفتاة، ولكن بدل أن يطعم الأب ثمن واحدا ستعود له هذه الفتاة بعد فترة ربما مطلقة وعلى يديها أكثر من طفل، ونصبح أمام مشاكل أخرى. فإذا هي للأسف هي أيضا منظومة اجتماعية تعتقد أنها بهذا القرار تحمي الفتاة من خيارات متعددة، وأنها يعني لا تريد لها الاختلاط أو أن تفكر حتى في العمل أو التعليم أو غيره، فربما يكون الزواج هو حلا مناسبا، ولكن يتبين لاحقا بأنه لم يكن أبدا قرارا سليما. طيب بنشوف أو ممكن الأسباب الاجتماعية، قلة الوعي، قلة التعليم، المفاهيم والعادات الاجتماعية، أنه البنت آخرتها لبيت زوجها أو ما إلها لبيت زوجها. البنات اللي ممكن ما تعلموا أو طلعوا من المدارس بسن معين، ممكن يعني هاي الأفكار وهاي العادات اللي ممكن ربيوا عليها الآباء والأجداد أيضا بتساهم في زيادة نسبة الزواج المبكر. هو تصبح الناس تشرعن هذه المسألة، يعني يصبح بأنه إذا جاء شخص يعتقدونه مناسب فمن المناسب أن يتم تزويج الفتاة، لأنه حتى لو تلقت يعني النظرة مهما تعلمت المرأة فشهادتها ماذا ستفعل نعم. بها. هذه النظرة الدونية للنساء ودورهن في المجتمع ينعكس دائما على النظرة إلى تزويج الفتيات، دائما بأنه الفتاة إن عملت فإن عملها مؤقت حتى تتزوج، وإن تعلمت فإنها تتسلى حتى يأتي
نصيبها، أو حتى يكون هناك فرصة ليأتي عريسا بمواصفات أفضل. نعم. النظر إلى المرأة كقيمة إنسانية وكإنسان لها حقوق يجب أن تتمتع بها، وأن العمل هو حق والتعليم هو حق، هذه ليست في ذهن الناس وذهن المجتمع للأسف. جميل. طيب احنا يعني مستمرين بالحديث أكثر عن هذا الموضوع، بدنا ننتقل نسمع التقرير الأول بحلقة اليوم، اللي يعني سألنا بعض الفتيات أو الأمهات حتى الآن السوريات الموجودات في الأردن عن رأيهم بالزواج المبكر، ويعني بعتقد أنه كانت نسبة كبيرة ضد الزواج، مع أنهم ممكن أقدموا عليه ومارسوه. خلينا نستمع للتقرير ومن ثم نعود. بس الزواج مبكر يعني غلط للبنت. أول شيء ما تتركش هي وجوزها، ويعني مشان صحتها، مشان إجابة أولاد، ويعني كل الجهات يعني لازم ما تتجوز صغيرة. يعني أول شيء ما فيش تفاهم، يعني هذا يعني أكبر غلط. يعني تكون فرحانة أول ما تتجوز على أساس إن يعني كله عادي، بس بعد ما تتجوز تكتشف شغلات كثير يعني إنه عشان صحتها، عشان التفاهم، عشان المسؤولية. أهم شيء المسؤولية، دار العم ودار الجوز والأولاد. بس الأهل في منهم يعني متشددين على البنت، بحبوا يجوزوها صغيرة تنسى تربية جوزها. هي يعني تكون هي مش حابة تتجوز بس غصب من الأهل. مليح ومو مليح، يعني تبقى البنت يعني شوي ما هي مدركة مليح، بيبقى الشاب مو مدرك مليح، بيبقى ما عنده هذيك المادية، يعني بدها شوية طولة بال. والله أنا برأيي البنت تكمل دراستها بعدين تتجوز. أنا عندي بنات جوزتهم صغار وتندمت عليهم. الشهادة بيد البنت سلاح. والله أنا يوم إني تجوزت ما كنت بال16 وكبرت أنا وأولادي سوا، جبت البركة 13 بطن. الزواج المبكر أنا برأيي شيء غلط للبنات الصغيرة، يعني تحت سن 18. أولا هي مو مهيئة نفسيا ولا جسديا ولا فكريا ولا حتى نفسيا انه تكون مستعدة لتقوم بواجباتها الزوجية، او تكون صحتها متحملة انه عبء مثلا الزواج. يعني من الناحية الصحية في مثلا اضرار لها الجسدية. والشغلة الثانية انه بيكون مثلا نفسيتها بدها تكون مستعدة لهيك امور، يعني بحياة جديدة هي بتدخل فيها. وحتى بدها يعني لازم تكون مستعدة لتربية أطفال، ومن الناحية الفكرية هي لسه ما هي هذاك النضج العقلي المتكامل إنه تهتم بأطفال وبعيلة، تهتم بزوج، ويعني جو غريب عليها جديد. بدها تكون مهيئة نفسيا وجسديا وفكريا يعني لهالشي. بقى أنا برأيي هالشي غلط يعني، ولازم الأهل يتحملوا المسؤولية، وما لازم يعني يصير. على أقل شيء مثلا فوق سن 18 بتكون مهيئة البنت للزواج، تحت سن 18 غلط. لا غلط الزواج بوقت حرام. تبقى البنت مش فاهمة شيء، مش فاهمة أمور الحياة، الزوج، دار العم، كبار وعم بس المشاكل بين واحد وبين جوز. الزواج المبكر غلط، يعني لازم إنه يكون وقت متأخر أحسن، يعني تكون أكبر من السن الصغير، يعني إنه بتحمل مسؤولية وهي صغيرة وما بتكون بتعرف شيء بالحياة، وبصير مشاكل وطلاق يعني مبكر. بنصح إنه البنت ما تتزوج صغيرة، لأنها تحمل المسؤولية وأولاد وبيت لحمة يعني مسؤولية كمان ما تتحمل، وما بيكون عندها مسؤولية. مثلا إذا حملت وجابت أول طفل ما بتكون بتعرف شيء، فهذا الغلط. لازم الوحدة إنه تتزوج متأخرة شوي. يعني ستالة استمعنا للتقرير، كان لمجموعة من اخوتنا السوريات. يعني في جملة كان مؤلمة، انه كبرت انا واولادي سوا. يعني تزوجت سنة 13، برضو خلفت 13 ولد وبنت. يعني شيء مؤلم وشيء غريب يمكن نستمع له، مع انه موجود الان وهو واقع.
للأسف يعني حتى هذه العبارة أحيانا يعني يستخدمها الأهل لإجبار الفتيات على الزواج، بأنه تزوجي بتكبري أنت وولادك سوا، ولكن دون ما نعرف مرارة أنه هذه المرأة ستقضي على طفولتها. يعني هناك الحق بأنها تعيش كطفلة وتستمتع بحياتها كطفلة وتتعلم دون أن تحمل هم هذه المسؤوليات. نعم. هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني أهمية يعني حق الطفل في أنه يعيش طفل ويتمتع، الحق في اللعب، يعني هذه من القضايا اللي لها علاقة بالطفولة، الحق في التعليم، الحق في أنه يحصل في الأمان، أن تكون في حضن أسرة لا أن تكون هي مسؤولة عن أسرة. هذه قضايا يعني بالغة المرارة. الواقع الذي يحصل وللأسف يعني يتكرر بشكل كبير بين إخواننا اللاجئين السوريين. نعم. طيب الآن نتحدث عن الآثار، وأيضا يعني قبل ما نتحدث حتى عن الآثار أنا بدي أحكي بنقطة معينة الآن، قضية الإجبار. يعني ممكن البنت أو الشاب في سن 13 و14 و15 سنة و17 سنة ما يكون عنده الإدراك الكامل، ما يكون عنده الوعي الكامل. فقضية الإدراك كيف ممكن، هل لها حل؟ ممكن نحل قضية الإجبار بأنه يعني ترفض البنت أو يرفض الشاب؟ في حل معين؟ يعني هلأ وفق القانون إنه موافقتها يجب أن تكون موجودة، وإنه على القاضي أن يتحقق من موافقتها. ولكن يعني السؤال هو هل هذه الموافقة حقيقية؟ هذه المسألة. يعني نحن نوعي الفتيات دائما أو النساء التي يجبرن على الزواج إنه قولي أمام القاضي لا أريد هذا الزواج، ولكن عمليا ألا تكون مهددة بعنف داخل الأسرة إن هي رفضت؟ ربما القاضي لن يعقد هذا الزواج إن هي قالت لا. يعني هذه كمان أيضا مسألة في غاية الأهمية. ولكن عنصر الإدراك والوعي مسألة إن كانت القوانين تعتبر أن سن الرشد هو سن 18 سنة، وبهذا السن يصبح المرء أهل لأداء الحقوق والالتزامات والواجبات وغيرها. يعني هي لا تستطيع أن تفتح حساب في البنك إن لم يكن عمرها فوق 18 سنة على سبيل المثال، أو تتصرف بأموالها إن لم تكن فوق 18 سنة. إذن كيف يمكن لنا أن نعتبر أن موافقتها تحت هذا السن هي موافقة صحيحة؟ على الأغلب هي ربما تكون خوف من الأسرة، أو عدم وعي، فرحة بالثوب الأبيض وأنها ستضع مكياج وحفلة زفاف والكل سيرقص حولها. حتى واحد من الآراء حكى هيك إنه يعني تكون مبسوطة بالبداية، مبسوطة بهذه الحفلة، بربما تسحب من قاعة اللعب وهي يعني تحمل العروسة التي كانت تتعامل معها الدمية ستكون سعيدة أن يكون هناك دمية حقيقية بين يديها وهو طفلها. هي تعتقد بأنها يعني هذه مسألة رائعة، ولكنها لا تعرف على ماذا تأتي، ما هي الالتزامات التي تأتي عليها. مسألة أخرى، هناك العديد من الأهل الذين يزوجون بناتهن للظروف الاقتصادية يحملون البنات هذا العبء واقعيا، إنه ظروفنا الاقتصادية، مهرك سيساعدنا في حل العديد من المشاكل، هذا سيستأجر لنا بيتا، ستكفينا هذا الهم، ربما سيعلمك هو لاحقا، ستعيشين معه سعيدة، سيحضر لك كل التزاماتك ما تتمنين، ستأكلين أفضل. كل هذه أعباء يضيفها الأهل على كاهل الفتاة، فتضطر أن توافق. فلا نستطيع أن نقول حتى وفق القانون بأن هذه الموافقة هي موافقة سليمة ومكتملة الأركان. خلينا احنا رح نحكي عن القانون فيما تبقى من الحلقة، لكن الآن في علاقة بين ظاهرة الزواج المبكر وحالات النزوح، أو في مثلا الظروف الخاصة اللي ممكن تمر على بلد معين. يعني بداية الأزمة في سوريا، الآن انتقلوا من سوريا للأردن، اللجوء، في علاقة بينه وبين الزواج المبكر؟ هلا يعني يجب أن نذكر أن نشير إلى حقيقة هامة، ونحن لمسناها أيضا في اتحاد المرأة بتعاملنا مع الحالات، إنه عديد من الحالات النساء المعنفات من الأخوات السوريات اللواتي يلجأن للاتحاد، حتى اللاتي الآن يتجاوزن سن 18 هن أيضا ضحايا زواج مبكر. يعني الآن هن ضحايا عنف، ولكن كنا ضحايا زواج مبكر سابقا. يبدو أيضا أن هذه ثقافة التزويج المبكر هي أيضا سائدة لدى بعض المدن والقرى في سوريا قبل النزوح، ولكن النزوح أصبح ضاغطا، بحيث بدأنا نخشى من ظاهرة قد تصل إلى حد الإتجار بالنساء، وهي ظاهرة تزويج الفتيات لمن يملك أن يدفع أكثر المال. هذه هي الخطيرة، هذا هو ما يرتبط أكثر مع حالات اللجوء، ويصبح مبررا أكثر، لأنه لا يوجد هناك فرص، لا فرص في التعليم ولا فرص في العمل ولا فرص حتى اقتصادية وظروف اقتصادية. فيصبح البعض ممن يستغل حاجة هؤلاء العوائل وحاجة هؤلاء الفتيات، ورأيناها أنه سنشتري لك منزلا أو نستأجر لك منزل أو ندفع إيجار المنزل أو
أو بكل هذه المسائل حتى يجبروا الفتاة على الزواج. فهم يعني ربما في واقع اللجوء السوري ليست العلاقة مرتبطة تماما باللجوء، لأن هذه الظاهرة موجودة سابقا، ولكن عادة ظواهر العنف ضد النساء وتزويج القاصرات والحد الذي قد يصل إلى الإتجار بالنساء قطعا يرتبط بحالات اللجوء. نعم جميل. طيب متواصلين معكم مستمعينا دائما في ساعة سورية عبر يرموك FM وعبر الموجة 105.7. نذكر بأرقام الهواتف 72 111 50 و72 71. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. يمكنكم التواصل مع برنامج ساعة سورية من خلال أرقام الهواتف 72 111 50 72 71 100 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك التي تحمل اسم ساعة سورية. كما يمكنكم الاستماع إلينا من خلال الرابط الإلكتروني yarmoukfm.yu.edu.jo. يوم الكنا صغار نقعد نلعب بيت بيوت، نلم من الحاطور احجار عند جدي بجل الدود. يوم الكنا صغار نقعد نلعب بيت بيوت، نلم من الحاطور احجار عند جدي بجل الدود. ونلقوت ورق الدخان قال نعملهم مصاري، والعودي نعملها حصان ونهوش بالبراري. يقبرني العرق اللي زرزب على وجهك شو رسم خطوط. نقعد نلعب بيت بيوت، نلم من الحاضور احجار عند جدي بجل الدود. جديد يسعد مساكم مستمعينا، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة في ساعة سورية عبر الأولى في الشمال يرموك FM وعبر الموجة 105.7، وما زلنا نتحدث في قضية الزواج المبكر. وبجدد الترحيب بالمحامية هالة ذيب المستشارة القانونية لاتحاد المرأة الأردنية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، شكرا. أيضا بدي أرحب باللي انضمت لنا الآن في الاستوديو ست منتهى تيم، أخصائية نفسية اجتماعية لاتحاد المرأة الأردنية في محافظة إربد. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك. الآن نتحدث بمحور جديد وهو الآثار والنتائج اللي ممكن ترافق ظاهرة الزواج المبكر. نتحدث معك يعني ست منتهى بداية الآثار النفسية الاجتماعية للزواج المبكر، سواء على الفتيات أو على الأسرة بشكل عام. إذا أردنا الحديث عن الأضرار الاجتماعية للزواج المبكر فهي عديدة، لكن أبرزها يتمثل في تحمل الزوجين، الزوج والزوجة، مسؤولية اجتماعية نعم. قد تكون أكبر من أن يستطيعا تحملها، وعدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية وتربية الأطفال كما يجب كذلك عدم معرفتهما بحقوقهما وواجباتهما نحو أنفسهما. نعم. مما قد يعرض أطفالهما إلى القلق وعدم الأمان، وتعرضهما للضغوط النفسية
والنفور من بعضهما، بالإضافة إلى زيادة المشاكل الزوجية التي قد تؤدي في الغالب إلى الطلاق. جميل. هذا بالنسبة للجانب الاجتماعي. نعم، يعني إضافة للجانب الاجتماعي في يمكن كثير مخاطر نفسية ممكن تؤدي لتفاقم أوضاع بعض الحالات، وأيضا يعني بتؤدي فيها ممكن يعني توصل للانتحار أو للهروب من الواقع اللي ممكن يعيشوه. نحكي أكثر عن هاي الآثار النفسية. بالضبط. الأول جانب اللي هو الحرمان العاطفي للفتاة التي تتزوج في مرحلة الطفولة، فهي بتنحرم من حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة التي إذا مرت بسلام تستطيع أن تمضي بحياتها فيما بعد بسلام. نعم. لتصبح إنسانة سوية. لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذا السن يؤدي إلى تعرضها لضغوط ارتداد هذه المرحلة فيما بعد على شكل هستيريا وفصام واكتئاب وقلق واضطرابات الشخصية واضطرابات في العلاقات الجنسية ما بين الزوجين، ناتج عن عدم إدراكها لطبيعة العلاقة الزوجية اللي هي كطفلة غير مدركة لها، لأنه الطفلة يعني بدك إياها تنقلها من مرحلة إلى مرحلة أخرى هي غير مدركة لها. كذلك قلق واضطرابات عدم التكيف نتيجة المشاكل الزوجية وعدم تفهم الفتاة لطبيعة العلاقة الزوجية ومسؤولية الأسرة والسكن والمودة. كذلك ممكن أنه تؤدي بها إلى الإدمان لكثرة الضغوط كنوع من أنواع الهروب وآثار ما بعد الصدمة اللي هي آثار ليلة الزفاف اللي هي بتكونش مستوعبة إنه إيش اللي ممكن تمر فيه. يعني نعم. هي بتكون بالنسبة إلها الزواج فستان وحفلة وميك اب وهاي الأشياء، لكن هي ما بتكونش مدركة لطبيعة العلاقة الزوجية تماما. فهون بيؤدي فيها إلى حالة من الصدمة ممكن إنه تستمر لحتى توصل للسن المناسبة لإدراك لحد ما توصل لمرحلة النضج حتى تستوعب المرحلة اللي مرت فيها سابقا. جميل. طيب احنا ايضا يعني معنا مجموعة من الفتيات او حتى الان اصبحوا امهات تحدثوا سواء عن انفسهم او عن يعني بعتقد واحدة من الحالات بتحدث عن بنتها، فبدنا نستمع شو كان تجربتهم بموضوع الزواج المبكر، زوجوا بسن مبكر وايضا كيف كانت حياتهم. خلينا نستمع للتقرير الثاني في حلقة اليوم ومن ثم نعود. مستمعينا ابقوا معنا. أنا تزوجت كان عمري شي 16 سنة تقريبا. اخترت إني أتزوج. بالأول إشي أهلي كانوا رافضين لأنه اختياري أني، وافقوا عن لأني يعني ردت. تقريبا ما كانش في أي تأثير نفسي لأني إرادتي الشخصية أنا اللي ردته، والحمد لله ما صار أي مشاكل. وجاني الولد الأول بال17. أي الحمد لله يعني كنت عايش مع بيت عمي وأني اللي اخترت زيجة مبكرة وصار النصيب يعني الحمد لله. عشت عيشة كريمة الحمد لله يعني ما في أي مشاكل. الزواج المبكر طبعا غلط. تقريبا السن من 18 وفوق 20 وفوق البنت صالح للزيجة، تبقى يعني وعيانة أكثر للبيت للزوج للأولاد. طبعا بالنسبة للوضع الاقتصادي يعني إذا كانت حالة الزلمة ما فيش داعي للمرأة إنها يعني تدخل مجال العمل خارج البيت، بس إذا كان حالته شوي يعني بتساعده. بالنسبة إلي أنا عمر 27 سنة، الزواج عمر 17 سنة، هسه معي 5 بنات. يعني هسه جسمي مدمر، يعني كل شيء كل علة فيه، يعني ما بتحملش مجرد مرضت بنام بالفراش. مشوار طويل ما بقدر أمشي لأنه بالنسبة لي صارت معي من ثاني حمل دوالي، يعني فعلا كله أثر على جسمي أنا. كمان البنت بس تتزوج بكير ما بتكمل دراستها، يعني كل إشي فرضا طلع الزوج مو مليح بيطلع كلياته عليها. إذا كان معها أولاد هي بتتحمل مسؤوليتهم، إذا طلعت مشوار هي بدها تكون مسؤولة عن كل شيء، بتتحمل مسؤولية. يكون صار عمرها أكبر من عمرها وهي بالطبيعة، يعني بيكون عمرها 18 سنة بتكون حست حالها عمرها 40 سنة، ولا بتتحمل مسؤولية أولاد ولا بيت ومسؤولية. كمان بتروح عليها التعليم، يعني مثلا أني هسلا بالوقت هذا ما بعرف زيادة إنجليزي، بلاقي قاعد بالصعوبة حتى بتعليم بناتي. هاي أكبر إشي، يعني إن الوحدة لا بتتعلم لا بتقرأ، هاي كله بنحسب عليها، يعني لا بتكون عاشت حياتها.
لا بتكون أخذت تعليمها ولا بتكون أخذت حقها بالحياة، كله فجأة واحدة كله بتحس حالها تدمرت، هاي حياتها كلها بالمختصر راحت. أنا أم لبنت تجوزتها بال14 سنة. البنت تقريبا يعني لها شي 7 سنين متزوجة، وقعدت مع جوزها تقريبا سنة حتى يعني حملت وجابت أول ولد. الولد اللي جابته صابه تخلف عقلي، رجعت حملت مرة ثانية وجابت الولد الثاني. الحمد لله الولد الثاني بخير، بس كحياة مع زوجها مش مبسوطة. البنت صغيرة بس عندها زوج أكبر منها ب15 سنة، يعني إنه لدرجة إنه استغلها لما أهلها طلعوا من سوريا، استغلها إنه يضربها يهينها، لقاها ضعيفة فيش حولها حدا، لحالها صفت البنت فلت على الأردن، هي وولادها اجت لعندي، تركت الزوج واجت لعندي بدها تطلق. فبقى أنا ما قدرتش شلون أطلقها، يعني وهو بعيد عنها ما بمشي حال إني أطلقها. قعدت عندي 4 شهور، جوزها صار يوصلها انه لازم تروح على سوريا، روحت على سوريا، بس وصلت سوريا طلبت منه الطلاق، قال لها ماشي يعني بكره بجيب شيخ وبطلقك. ثاني يوم زوجها تصوب وانقطعت رجله، طلع على الاردن، صفت لحالها هناك. ورغم هذا كلياته رجعت البنت جابت اولادها وطلعت على الاردن. فبقى اجت بنتي وقعدت عندي، وطلع هو من المشفى وطلب انه يقعد عندي، قعد عندنا 15 يوم. بس اللي شفته منه ما تحملتوش أنا، يعني ساعتها أنا طلبت الطلاق لبنتي، قلت له بس لحد هون وبكفي. قال أنا ما عادش بدي بنت، قلت له ولا أنا عاد بدي إياك، طلق البنت. فبقى شرط عليها إنه احلفي، يعني إنه أنا بطلقك بس احلفي على كتاب الله إذا بطلقك ما بتتجوزي من بعدي. فبقى جبنا الشيخ وإحنا طلبنا الطلاق وطلق البنت. بعد 2 3 أخذ الأولاد وفل على سوريا، وهي يعني لحد الآن بتبكي بدها أولادها. يعني ست هالة وست منتهى استمعنا للتقرير، حالات معينة عانت من الزواج سواء هم كفتيات أو يعني الحالة الأخيرة كانت واحدة بتحكي عن بنتها. موضوع الآن نتحدث عن الإجبار في الزواج، إجبار في سن مبكر أنه هاي البنت لازم تتزوج هذا الشخص. الآن إذا كانت البنت موافقة على الزواج في سن مبكر شو ممكن نحكي؟ شو رأيك؟ يعني هو احنا نرجع لمسألة قديش الإرادة حرة عمليا، يعني في شكل من أشكال الإكراه برأيي في هذا النوع من الزواج، بما أنه القانون لا يقبل تصرفات من هم تحت سن 18 في أي تصرفات قانونية أخرى، فكيف نقبلها في حالة الزواج وإحنا أمام الزواج أمام مسؤوليات أخطر؟ نعم. يعني النشء والتعامل مع الأطفال والتربية وكل هذه القضايا هي قضايا أخطر من التصرفات المالية على سبيل المثال. يعني لا نسمح للأطفال بأن يتصرفوا بأموالهم، فأن نسمح لهم أن يتصرفوا بحياتهم وبحياة أطفال آخرين. مسألة الرضا هنا يعني أعتقد بأن هناك عيوب في هذا الرضا. أولا الفتاة إذا كانت في مجتمع يقنعها دائما بأنه هدفها الأخير هو الزواج، وأن فرصتها في هذه الحياة حتى تكون سيدة محترمة ولها قبول في المجتمع أن تكون متزوجة وتربى على هذه المسألة. نعم. وإذا كانت الظروف الاجتماعية المحيطة فيها أيضا قاسية كما أسلفت سابقا، مسألة إكراهها أو يعني تأنيب بضميرها، تحميلها مسؤولية بأنه هناك ظروف اقتصادية صعبة أو غيرها، فهي ستكون مجبرة. يعني ليس بالضرورة أن يكون الجبر أن هناك ضرب حتى توافق جميل. على هذا يعني الزواج. حتى لو البنت نوضحها بصورة أو بلغة عامية، حتى لو البنت بدها هذا البني آدم في سن مبكر، لازم أهلها ما يرفضوا هذا الشيء ويجبروها. طبعا هذه مسؤولية الأهل أولا أخيرا، كما هي يعني تجبر على هذا الزواج يجب أن يكون هناك في مصلحة لها، ورعاية الأهل واجبة لها، وأن يتم رفض هذا الزواج. جميل. قطعا. ست منتهى بدي أنتقل لك الآن. تحدثت واحدة من الأخوات عن أنه الآن حتى عندها أطفال وعندها بنات مش قادرة تربيهم أو مش قادرة تعلمهم أدنى درجات التعليم لأنها هي تركت التعليم وتزوجت. فبنحكي عن آثار على المستوى الشخصي وعلى المستوى التعليمي وهاي الأمور. يعني احنا قبل قليل تحدثنا عن الآثار الاجتماعية اللي بتخص الزوجة نفسها، الآن رح نحكي عن الآثار النفسية فيما يتعلق بالأطفال في حال إنجابهم في سن مبكرة. نعم. لأن أنا بحكي عن طفلة رح تربي أطفال، فهي أصلا ما عندهاش الوعي الكامل لتربية هدول الأطفال، اللي عندهم لسه ما وصلت لمرحلة النضج إنه تقوم بإنشاء أسرة.
طبعا الطفل للأم القاصر بتؤدي إلى أمراض نفسية كالفصام والاكتئاب نتيجة وجود الطفل في بيئة اجتماعية غير متجانسة. نعم. ومنلاحظ عندهم أنه في تأخر في النمو الذهني، لأنه اللي عم بقوم بتربيته هو أصلا لسه ما نضج ذهنيا للوصول لمرحلة تربية هذا الطفل. تمام. فحتى الإشكالات سوف تنتقل من الأم إلى أطفالها. هذا رح يشكل عبء صحي اجتماعي على المجتمع كله، إنه أنا الأطفال اللي عم بيطلعوا معي أطفال غير سويين نتيجة إنه اللي بقوم في تربيتهم أطفال. صحيح، ما عندهم القدرة. أيضا بالحالة الأخيرة سمعنا يعني بالموضوع الزواج المبكر أنه تزوجت البنت غصبا عنها واتطلقت برضه، ما كان القرار إلها، كان القرار لأمها أو أهلها أو كذا. أيضا يعني المشكلة كمان رغم مع الزواج المبكر، وبنشوف أنه في فرق 15 و20 سنة كمان بين البنت. هاي جريمة أكبر يعني لو مثلا بنت تزوجت 16 سنة زوجها 17 18 ممكن تكون المشكلة أقل شوي، لكن 16 سنة وواحد عمره 30 سنة يعني واحيانا 70 سنة كمان، يعني لما بكون 17 و18 وهو 70 سنة. أنا أود أن أشير لمسألة يعني مهمة، إنه هؤلاء الفتيات عرضة للعنف بشكل أكبر. نعم. لأنه حتى توقعات الزوج منها كزوجة بمتطلبات الأسرة هي ما بتكون واعية إلها تماما، فبالتالي يعني بتخطئ في أو ما بتسير على النظام اللي مرسوم لها داخل هذه الأسرة بسبب هذا الزواج، فهي بتكون ضحية عنف. ضحية عنف أكبر عليها وما بتعرف كيف تتصرف فيه. يعني سمعنا قبل فترة يعني حالة ذكرتها وسائل الإعلام عن فتاة أردنية يعني كانت متزوجة من شخص يكبرها أيضا وهي قاصر، يمكن عمرها كان 16 سنة. هاي الفتاة وجد في جسمها 100 طفي حرق سجائر، يعني تعذيب. هي كانت تعتقد إنه هيك الزواج، حتى ما كانت قادرة انها تعبر عن نفسها تقول انه هذا عنف. لبعد فترة اكتشفوا اهلها وبدأوا يتعاملوا مع الموضوع، ووصل لمنظمات المجتمع المدني وللإعلام. نعم. طيب ست مهندة، بدي انتقل لك بشكل سريع الآن. شو كمان في مخاطر، في آثار نفسية واجتماعية للزواج وغيرها من الأمور هاي؟ هلا احنا معظم الحالات اللي عم بتراجعنا في برنامج خط الإرشاد الأسري اللي هي الزواج أقل من سن 18 سنة بيرغبوا في الطلاق. نعم. طبعا القرار في الزواج كان راجع للأهل، وقرار الطلاق أيضا كان راجع للأهل. هم في البداية إنه ما اعترفوش أصلا إنه الطفل نفسها، وما بقول لك هي وافقت، بس هم ما اعترفوا حتى لو بينهم بين أنفسهم إن هي غير قادرة على اتخاذ قرار من هذا النوع. يعني إذا إحنا بنقول إنه بعده صغير وما عم بيقدر يتخذ قرار في أبسط أمور الحياة، فأنا كيف بعطيها الفرصة على إنه تتخذ قرار في هذا الجانب وفي إنشاء أسرة؟ يعني بدها تتحمل أعباء فوق طاقتها، وفي أعباء ما رح تدرك إيش هي ما أخطارها أو إيش تبعاتها حتى تجربها. صحيح. هلأ هي بتنوضع في هذا الظرف، وبعدين ببلشوا الأهل يشوفوا نتائج إنه هذا القرار. جميل. فبتخذوا قرار الطلاق أيضا عنها. يعني حتى أحيانا في أطفال وإنه بصيروا الأهل إحنا ما بدنا الأطفال، يعني اتخذوا عنها قرار الزواج وقرار الطلاق وترك الأطفال. طيب، كلمة أخيرة من اتحاد المرأة الأردنية لكل من يستمع الآن إنها في يرموك FM. إحنا طبعا بندعو على إنه زيادة جلسات التوعية. إحنا اتحاد المرأة بقوم في جلسات توعية سواء للفتيات ما بين سن 13 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى جلسات توعوية للأهل. زيادة الحلقات التوعوية من خلال الإذاعة، من خلال التلفاز، أو التنبيه من خلال مسجات للعائلات حول مخاطر الزواج المبكر. أنا بدي أحكي لك إنه بعتقد نسبة كبيرة جدا إنهم بيعرفوا المخاطر وبيعرفوا كل شيء ممكن يلتحق ببنتهم أو أسرة البنت، لكن مع هيك بيقدموا على الزواج. شو الحل؟ بدناش نضل نوعي ونقدم التوعية. في حل ممكن التشريع بالضبط. نعم. وضع نلجأ للقانون. يعني القانون هو رح يكون الفاصل في هيك مسألة، إنه عدم القبول حتى لو كان القاضي يرى بأن الفتاة ناضجة ممكن على إنه تقوم، إنه وضع تشريع ثابت ما فيش فيه تجاوزات، لأنه التجاوز أصبح في القانون إنه الحالات الاستثنائية أكثر من الحالات العادية.
جميل. أنا بدي أشكرك كل الشكر لوجودك معنا، أخصائية النفسية الاجتماعية لاتحاد المرأة الأردنية ست منتهى تيم. كل الشكر لوجودك معنا اليوم، ويعني بدي أقدم لك الشكر الجزيل لك وأيضا لاتحاد المرأة الأردنية على تعاونكم معنا دائما في ساعة سورية. شكرا لكم، وإحنا بشرفنا أن نكون معكم دائما. تحياتنا لك. شكرا. يمكنكم التواصل مع برنامج ساعة سورية من خلال أرقام الهواتف 72 111 50 72 71 100 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك التي تحمل اسم ساعة سورية. كما يمكنكم الاستماع إلينا من خلال الرابط الإلكتروني yarmoukfm.yu.edu.jo. من جديد مساكم سعيد مستمعين متواصلين معكم في ساعة سورية. وصلنا للجزء الأخير في حلقة هذا المساء. من جديد الترحيب بالست هالة ذيب المستشار القانوني لاتحاد المرأة الأردنية، وأيضا ضمت لنا الآن في الاستوديو الست لطفية زهدي مستشارة صحية وممرضة لدى عيادات اتحاد المرأة الأردنية. أهلا وسهلا فيك ست لطفية ومساءك سعيد. نعم لطيفة عفوا. أهلا وسهلا فيك عفوا. يعني نبدأ الآن. تحدثنا عن آثار ونتائج ظاهرة الزواج المبكر مع الست منتهى، تحدثت لنا عن يعني الآثار الاجتماعية النفسية وغيرها من الأمور. الآن يعني الجميع يدرك الآثار اللي ممكن تلحق بجسد المرأة وجسد الطفل. نتحدث عن هذه الآثار. يعطيكم العافية وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للأضرار الصحية اللي ناجمة على الزواج المبكر، أول إشي في يعني هي قضية اجتماعية صحيح، بس هي ذات أبعاد صحية خطيرة، لأنه يعني الفتاة أو الفتى حتى ما بيكون مدرك إنه يعني ما بقدر ياخذ قرار مستقل، عشان هيك بيستدعي الآخرين هم يتدخلوا بشؤونه الخاصة. نعم. فعشان هيك هي ما بتكون مكتملة، يعني في يعني هم بيربطوا الزواج المبكر في البلوغ، فما بتكون هي أعضائها التناسلية ما بتكون لسه يعني بتكون صغيرة وغير مكتملة، فممكن تتعرض للعنف. نعم. في البداية يعني بداية الزواج ممكن إنه تتعرض للعنف في إطار العلاقة الزوجية وهي مش مدركة هذا الشيء، فممكن إنه يصير عندها الالتهابات المتكررة، ممكن يصير في تهتك عندها لمنطقة المهبل، أو ممكن تتعرض لنزيف، والنزيف هذا إذا ما تم يعني إنقاذها بشكل سريع فممكن إنه هي تؤدي إلى الوفاة. نعم. وبالنسبة للطفل طبعا هاي الأم الحامل يعني هي بتكون طفلة، هي في لسه مرحلة مراهقة، فهي ما بتقدر إنه هي جسمها ما بقدر يتحمل يعني هذا العبء اللي على الرحم. نعم. الجديد، فممكن انه يصير في مضاعفات ويصير في الإجهاض، ممكن يصير إجهاض متكرر، ممكن مثلا تولد طفل غير مكتمل، فممكن يحتاج كمان بصير في عبء على الدولة، فممكن انه يصير يحتاج هذا الطفل بده يدخل للمستشفى وبده ينوضع في انكوبيتر الحاضنة، وهذا يحتاج ممكن لأشهر، فبصير في عبء، وهذا الطفل بالأخير ممكن كمان هذا الطفل انه ممكن يؤدي للوفاة. فهذه كمان الأعراض اللي بتيجي على الأطفال حديثي الولادة. نعم. أو ممكن يصير له اختناق في داخل رحم الأم كمان، فممكن إنه كمان هاي من الأعراض اللي بتصير المخاطر اللي بتصير للأطفال حديثي الولادة. طيب، لأن يعني بما أنك مستشارة صحية وأيضا مرضى لدى عيادات اتحاد المرأة الأردنية، تعاملتوا مع حالات معينة مثلا ممكن نذكرها، يعني بعض الحالات وصلتكم أخبار عنها أو أنتم نفسكم تعاملتوا معها في اتحاد المرأة وعياداتكم؟ احنا يعني كعيادات صحية، لأنه احنا عيادات بتقدم يعني الرعاية الصحية الأولية، بس احنا كمان لما بيجونا في عنا يعني
في عنا عيادات الاختصاص، عيادات النسائية. نعم. فبيجونا يعني أمهات صغار في السن وحوامل، فبتكون هي مش مدركة لقضية مثلا التغذية، مثلا قضية إنها تاخد مثلا تاخد المقويات، تاخد الفوليك أسيد اللي بيمنع التشوهات. فممكن يصير عندها أو تيجي بيكون عندها مثلا حالة معينة إنه الجنين ممكن يكون ميت في داخل الرحم وهي مش مدركة، لأنه هي ما بتعرف قضية كيف بتحرك البيبي وإمتى بتحرك. فهي مسألة ممكن إنه بيعرض البيبي لمشاكل، فعشان هيك نعم. بتم تحويلهم للمستشفى. أو ممكن إنه يصير في عندها نزيف قبل الولادة، فيعني تيجينا يعني حالات. طيب ست لطيفة، الآن في كثير حالات مثلا توصل وبتكون، بدناش نحكي عن الحالات تكون متضررة، لكن حالات حمل لطفلات تحت سن ال 18 أو 17 و16، في حالات كثير بتعاملوا معها. هلا نحن في مجتمعنا الأردني أوكي هو موجود يعني. نعم. بنتعامل وبيجونا يعني ست أمهات بهذا السن. هي المشكلة إنه هي مش مسؤولة كتير عن قرارها، فهي بتكون جاية مع أمها أو جاي مع حماتها غالبا. حتى لما إحنا بنسألها أي سؤال اللي بتجاوب عنها أمها أو بتجاوب عنها حماتها. فكمان إحنا لوجود كمان اللاجئين السوريين كمان هذه الظاهرة أكتر. نعم. إحنا لمسناها وشفناها أكتر في المجتمع اللاجئين السوريين، لأنه يعني طبعا لظروفهم أو حتى ثقافتهم في سوريا، في الريف السوري وخاصة، يعني هاي الثقافة كتير شائعة، الزواج المبكر. جميل. طيب الآن برأيك من الأزمة السورية لغاية الآن في الأردن زادت نسبة الحالات زي هيك؟ يعني ساهم اللجوء السوري وساهمت الأوضاع والأزمة السورية في تفاقم المشكلة؟ أكيد ساهمت، لأنه كمان الوضع الاقتصادي والفقر والجهل، يعني كلها أسباب بتؤدي لأنه يصير في زواج مبكر. نعم. يعني هم لأنه ظروفهم كتير صعبة، وظروف اللجوء بتعرف قديش هي صعبة، فهم بيلجأوا إنه يزوجوا بناتهم بدل ما هم عاملين عبء عليهم، وهذا حتى يخففوا من هذا العبء عليهم. جميل. بدي أرجع لك ست هالة. الآن وعينا كثير وكثير حكينا عن التوعية وأضرارهم، وأنا متأكد أنه نسبة كبيرة من اللي بيقدموا على العمل بيكونوا عارفين أضراره، لكن مع هيك بيقدموا على العمل. الآن الناحية القانونية، نتحدث عن الناحية القانونية، عن التشريع اللي ممكن يحد من هاي الظاهرة، الأفق القانوني لمشكلة الزواج المبكر. هلا اتحاد المرأة الأردنية قاد حملة يمكن سنة 1997 لتعديل قانون الأحوال الشخصية اللي هو مسؤول عن تحديد سن الزواج. نعم. كان القانون سابقا ينص إنه إذا كانت الفتاة عمرها أكثر من 15 سنة وتحت ال 18 يعني جائز زواجها، والفتاة إذا كان أكثر من 16 سنة. كان حملتنا لتعديل القانون لأنه كان سابقا حتى النظرة كانت سيئة، يعني كانت التي تريد أن تدخل لتأخذ موافقة القاضي ينظر إليها القاضي من فوق لتحت ويشوف إذا طبيعة جسمها يقدر مكتملة انه يقدر بانها هذه تصلح للزواج فتصلح للزواج، دون ان يقيس انه الزواج لا يحتاج فقط للبلوغ، لانه العمليه هي ليست عمليه جسديه فقط او نعم. جنسيه فقط، انما هي هناك يعني عقليه لها توابع مثل ما سمعنا نفسيه وصحيه واجتماعيه وغيرها، بدون النظر لحتى اكتمالها العقلي او اكتمالها النفسي لهاي الفتاه، ونكتفي باكتمال نمو الجسد ووصولها لسن البلوغ. جرى خيرا انه تعدل قانون الاحوال الشخصيه واصبح انه سن الزواج 18 سنة، ولكن من ال 15 في حالة استثناءات. هذه الاستثناءات طالما لم يتم ضبطها بمعنى أن تكون بالغة التقييد سنبقى تحت إطار أن في هذا الزواج مصلحة للفتاة. من يقرر هذه المصلحة للفتاة؟ حتى لو كان قاضي أو لجنة من القضاة مع الاحترام الشديد لهم، نعم. هذا لا يكفي، لأنه إن قلنا بأن الفتاة يتيمة، إن قلنا بأن الفتاة ظروف أهلها الاقتصادية، إن عددنا كافة هذه الأسباب لنقول بأنه هي مناسبة للزواج، هذا لا يكفي. أريد فقط أن أذكر عدم الاتساق التشريعي أو الانسجام بين التشريعات المختلفة. يعني إحنا أشرنا لمسألة إنه قانون الأحوال الشخصية ممكن في بعض الحالات الاستثناءات يسمح بزواج فوق ال 15 سنة، ولكن على سبيل المثال يعني لو أستعرض مجموعة من القوانين، لو راجعنا قانون الانتخاب اشترط في الناخب أن يكون عمره 18 سنة، واللي بده يترشح للبرلمان لازم يكون عمره 30 سنة. في قانون البلديات اللي بده ينتخب عضو مجلس بلدي بده يكون 18 سنة، واللي بده يترشح لعضوية المجلس البلدي 25 سنة. في قانون أو في نظام الحصول على
على رخص القيادة للسواقة. هل بنمنح سيارة لفتاة أو لفتاة تحت 18 لا سنة؟ كل هذه المسائل. من يريد أن يزاول أي مهنة، يعني سن 18 سنة هو السن اللي بيكون الشخص أهل لاكتساب الحقوق والتصرف بهذه الحقوق. كيف بنتناقض مع أنفسنا وبنتناقض مع التشريعات بأنه نسمح أنه بكل لا رخصة قيادة لا الحق في الانتخاب، وكلها هذه مسائل أراها أقل أهمية وشأنا صحيح. من إنشاء أسرة والتوعية، لأنه هذه مخاطرها أهم. هذا بيتناقض مع الدستور الأردني لنص في المادة 6 منه صراحة على أنه الدولة يجب أن تحمي الأسرة ويجب أن تحمي الطفولة والأمومة. كيف يمكن أن نحمي الأسرة وأن نحمي الطفولة والأمومة إذا كنا نحن نصر على تزويج الفتيات قاصرات؟ نعم. مسألة أخيرة أود أن أشير إلها وأشار إلها الزميلات، إنه حتى في قانون الأحوال الشخصية رغم إنه الفتاة تزوج من سن 15 سنة، ولكن فترة بين 15 و 18 لا تملك الفتاة أن تذهب لوحدها إلى المحكمة لترفع دعوة بالتطليق على سبيل المثال، تحتاج وليها أن يذهب معها. وكم نعم. رأينا سيدات يعنفن داخل الأسر لأن الأسرة ترفض أن تطلق الفتاة أو ترفض أن ترفع دعوة لحضانة أطفالها، بتقولها إذا بدك تيجي عنا تعالي، بس أنت أولادك مش مسؤولين عنهم. فكم مرة تعنف هذه المرأة؟ إذن يجب أن يتدخل التشريع بحيث يكون هناك انسجام تشريعي، انسجام مع الدستور الأردني وانسجام مع الاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها الأردن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل، بالنسبة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكل الاتفاقيات التي تعتبر أن هذا السن هو سن طفولة ويجب أن لا يعتد بهذا الزواج بهذه المرحلة. نعم، يعني أنا الوقت انتهى أو شرف انتهى، لكن نرجع لك ست لطيف الآن. بدنا كلمة أخيرة ورسالة أخيرة منك لكل اللي بيستمعوا ليرموك FM، تحديدا أيضا إخواننا السوريين، فيما يتعلق نحكي لهم ابعدوا عن الزواج المبكر. ليش تم يبعدوا عنه؟ هي احنا بنقدم رسالة للمجتمعنا الأردني ككل وكل الموجودين على بالمجتمع الأردني والخاصة اللاجئين السوريين. نعم. إنه الزواج المبكر هم عندهم أعباء، يعني هم عندهم مشكلة وعندهم أزمة، فهم إذا يعني صار في زواج مبكر فهم رح يزيدوا في هاي الأزمة ورح يزيدوا في هاي الأعباء عليهم، وبالمستقبل كمان على الطفلة أو المراهقة هاي اللي زوجوها راح ممكن ترجع لهم في مشاكل كتير أكبر. فهي يعني نصيحتي إنه يعني يبتعدوا عن الزواج المبكر وما يزيدوا، يعني ما يصير في عبء على أعبائهم أكثر. نعم، كل الشكر لوجودك معنا ست لطيفة زهدي، مستشارة صحية وممرضة لدى عيادات اتحاد المرأة الأردنية. شكرا لوجودك معنا اليوم في يرموك FM، مسائك سعيد. أيضا شكر للست هالة ذيب، المستشار القانوني لاتحاد المرأة الأردنية، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لست منتهى تيم، أخصائية النفسية والاجتماعية لاتحاد المرأة الأردنية، كانت معنا قبل قليل. ومستمعينا لكم كل الشكر لاستماعكم ليرموك FM ولبرنامج ساعة سورية لهذا المساء. تكلمنا حول قضية الزواج المبكر، رسالة إنسانية إن شاء الله بتكون وصلت للجميع، حتى لو وصل فينا وين ما نوصل خلي يكون عندنا دائما حس إنساني تجاه أنفسنا وتجاه أطفالنا اللي ممكن بيوم من الأيام يكونوا أطفال لكن على أيديهم أيضا أطفال، فنتحمل الوزر مرتين. تحية دائما لفريق العمل، تحياتنا للأستاذ عزام العزام وإخلاص الخوالدي من المتابعة والإشراف. الشكر أيضا لآية ملحم وبراء أبو همام وسامر حلاوي من الإعداد والمتابعة لحلقة اليوم. والشكر موصول لأستاذ منصور أطوال من الهندسة والإخراج الإذاعي. وعلى أمل لقاء بكم دائما في نفس الموعد كل اثنين وأربعاء في تمام 5 مساء. لكم أجمل تحية مني أنا بلال خصاونة من وراء المايك، يسعد مساكم دائما. من جديد عادت ساعتنا لتنبض بهمومكم وقضاياكم الاجتماعية ولتعرض أهم الخدمات الإنسانية المقدمة للسوريين في الأردن. كل ذلك وأكثر يأتيكم في برنامج ساعة سورية مساء كل اثنين وأربعاء من 5 وحتى 6 عبر أثير يرموك FM 105.7. يرموك FM 105.7.